السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وبارك عليه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين اهو هنعمل احلى ملبل، او ما يسمى في بعض الدول ايه، راحة الحلقوم. الملبل بيتكلم عن نفسه اهو، بسم الله ما شاء الله، بدون جيلاتين وبدون اي مواد حافظه ولا بدون عسل جلوكوز. هنعمل احلى ملبل، مكونات موجوده في كل بيت. قبل ما نبتدي الفيديو والمقادير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يجيلكم كل جديد. المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه. الملبل طبعا الكبار والصغيرين بيحبوه، او بنستخدمه ساعات في الحشو، زي حشو الكحك في العيد. كل سنه وانتم طيبين، داخلين على العيد، او في قراقيش او في منين. ومقاديره سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين. كوبايتين ونص سكر، حاجات موجوده في كل بيت. كوبايه نشا، بس الكوبايه دي ناقصه معلقه زودتها بعد كده. معلقتين سيرم تقيل جدا، من يعني شربات كنافه، بس هتقليه، هتوطي عليه نار وتسيبيه لما يتقل خالص. وثلاث كوبايات ميه وفانيليا او ميه ورد، انا هستخدم فانيليا، وكل واحد بيستخدم اللي بيحبه يستخدمه. وربع معلقه ملح ليمون ممسوحه، طرف المعلقه كده يا دوبك. 3 معالق عشان ما لو كترته هيدي مزازه جامده. 3 كوبايات زي ما انتم شايفين اهي، بسم الله ما شاء الله. هنعمل بقى ايه؟ احلى مهلبيه. هنعمل الميه مع النشا مهلبيه الاول كده، زي المهلبيه بالظبط. هندوبها كويس اهي زي ما انتم شايفين اهي. هندوب بمعلقه خشب، ويفضل كمان بعد كده هستخدم المضرب افضل عشان ما يحصليش اي تكتلات. انا عايزه ملبن املس ناعم. انا بدوب النشا وبعد كده هستخدم ايه؟ المضرب اهو. هندوبه كويس جدا، مش عايزه اي تكتلات. وبعد كده اقعد اقلب فيه كويس عشان ما يحصلش، انا عايزه فيش ولا اي كلاكيع ولا تكتلات، عشان ندي زي المهلبيه بالظبط، نعمل مهلبيه. وبعد كده هنضيف السكر بتاعنا، كوبايتين ونص سكر زي ما اتفقنا، بنفس المج بتاع النشا بتاع السكر، هو نفس بتاع الميه. حاجات موجوده في كل بيت. هتقلبي كويس جدا. اللهم صل وبارك. طبعا ان شاء الله تعتمدوه وتشيلوه ايه للعيد ان شاء الله، عشان الكحك. انتوا عارفين كل حاجه غاليه دلوقتي، فكل حاجه ايه لازم نعملها في البيت. هو السيرم بتاعنا تقيل جدا، زي انا عاملاه زي عسل الجلوكوز بالظبط. تقيل يعني، سيرم تقيل، تقلته سبته على النار، وطيت النار عليه لحد ما تقل كده خالص، عشان انا مش عايزه استخدم عسل جلوكوز. معلقتين كبار زي ما انتوا شايفين، واقعد اقلب بقى من الوقت دوت، من اول ما حطيت السكر والسيرم التقيل دوت. احسب ساعه بالظبط، ساعه بالظبط هتخلي النتيجه دي احسن ملبل ونتيجه كويسه جدا. تمام. بعد خلاص بس اوطي النار، مجرد ما انا خلصت كده اروح موطيه، حطيت عسل الجلوكوز وموطي النار واحسب ساعه. وهتبتدي بقى مراحل بقى، تقلبي شويه وتشتغلي في المطبخ شويه، تقطعي خضار شويه، تعملي لك اي حاجه وتقلبي لك تقليبه. المهم الساعه تبقي جنب الايه، البوتاجاز، وتقليب مستمر، يعني حاجه بسيطه، وتعملي حاجه بسيطه وتيجي تقلبي تاني عشان يطلع لي ملبن ناجح، زي ما احنا شايفين. هنجيب بقى ربع معلقه ملح ليمون الممسوحه وندوبها، ولو ما عندناش هنحط نص ليمونه. كلها مكونات موجوده في البيت. وهنضيفه كده تمام قبليها ب10 دقايق، قبل الملبل بتاعنا مستوي ب10 دقايق احط ملح الليمون. فايده ملح الليمون ايه، او نص ليمونه، ان الملبل بتاعي ما يسكرش، ما تلاقيش بعد ما يستوي تلاقي عليه حبيبات من السكر كده وايه فشل الملبل بتاعي. فملح الليمون او نص ليمونه هتكون ان شاء الله سبب ان الملبل بتاعي يكون ناجح ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اهو، خلاص هو كده، هو بيتلم معانا. مراحل السوى الاخيره بقى، يبقى انا حطيت ملح الليمون قبلها ب10 دقايق، قبل ما الساعه تخلص ب10 دقايق. واخر بقى، اخر دقيقه بحط الفانيليا بتاعتي او ميه الورد، يعني حسب ما انت عايزه. كل واحد بيحب الحاجه اللي بيستخدمها او اللي بيحبها. تمام. بعد كده بنجيب الصينيه ونحط فيها ورقه زبده، ونرش عليها معلقتين نشا اهو، وعشان هنصب في الصينيه دي الملبن بتاعنا اهو، ما شاء الله اهو.
خلاص. هنحط بقى الفانيليا اخر حاجه، اخر دقيقه. انا قلت لكم اخر دقيقه هنحط الفانيليا او ميه الورد اللي انت عايزاها. تحطي معلقه ميه ورد في الاخر، او الفانيليا زي ميه فانيليا، بس يفضل فانيليا بودر عشان بتدي ريحه اقوى. ماشي. وخلاص كده الملبن بتاعنا استوى اهو. طول ما هو بيتلم معاكي تحطيه في ناحيه واحده يتلم، خلاص دي علامه ان هو استوى. بسم الله ما شاء الله. الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا. وكل حاجه المفروض دلوقتي في الغلا ده نعملها في البيت، ما نفكرش نشتري حاجه من بره، ان اضعاف مضاعفه. مهما كان بردك الحاجه هتبقى غاليه عليكي، بس مش هتبقى زي ما تشتريها جاهزه، وسهله وبسيطه وفي اقل وقت ممكن تعمليها. اهي بعد كده هنصبها في الصينيه بقى اللي احنا حاطينها دي. والنشا اللي انا حاطاه ده مش هنرميه، لا اما هتستخدميه في حاجه تانية، او لو انت هتخزني الملبن هتعتمديه تشيلي رمضان تحشي بيه في كحك العيد ولا حاجه مش هتاكليه. هتاخدي الملبن دوت وتحطيه في علبه بلاستيك، وتحطي فيه النشا دوت عشان تحافظي على الملبن بتاعك، وتروحي مغطيه بالنشا اللي هي في الصينيه دي، ما نرميهاش. او لو كلتي الملبن استخدمي النشا في اي حاجه حلوه بتعمليها. او هنغطيه بردك بالنشا ونسيبه بقى ساعتين زمن قبل ما نقطعه. الجو بارد زي ما انتم شايفين احنا في الشتاء، لكن لو الدنيا حر في الصيف هتحطيه في التلاجة ساعتين، في التلاجة ساعتين وتقطعيه. الجو دلوقتي شتاء مش محتاجين تلاجة، فهنسيبه بره بالجو البارد، وبعد ساعتين نقطعه. هو النتيجة بتاعته ما شاء الله جميلة وباينة اهو. الملبن بتاعنا طري وفي مطة وملمسه ناعم وزي الفل زي ما انتوا شفتوا، مفيش اي تكتلات. السكينه دي واحنا بنقطع بيها قبل ما نقطعها بنحط على طرفها نشا، عشان واحنا بنقطع ما يلزقش فيها النشا. كل حاجه بنعملها بيبقى ليها سبب وليها فايده. تمام. هنقطعه بمكعبات بقى، ندعي الدعاء واحنا بنقطع الملبن بتاعنا. اما اللهم ارتب بنا وبعبادك في غزه وبعبادك في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. يا مغير الاحوال غير حالنا لاحسن حال. استغفر كتير ونصلي على سيدنا محمد كتير في الايام المفترق دي، شهر شعبان داخلين على شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وما شاء الله اهو. تقطعي بقى الملبن بتاعنا مكعبات، تقطعيه مربعات اللي انت عايزاه اهو ما شاء الله. وبعد كده بقى تحطيه في طبق وترصيه وتقدميه لحبايبك ولضيوفك، او تعتمديه وتشيليه رمضان زي ما اتفقنا. اهو الملبن بيتكلم عن نفسه اهو ما شاء الله. النتيجه واضحه اهي. بسم الله ما شاء الله. مش محتاجه اي كلام. بحبكم في الله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.